بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم حضرات المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات تعليم الخط العربي. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن خط الرقعة في شرح مفصل ودراسة مفصلة من الألف إلى الياء. إزاي تكتب خط الرقعة، ايه هي الحروف اللي فوق السطر، ايه هي الحروف اللي تحت السطر، ايه هي الحروف المطموسة، ايه هي الحروف المتشابهة. ان شاء الله هنتكلم في كل حاجة. ارجو بس قبل البداية حضراتكم فضلا وليس امرا، وابقى شاكر ليكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. وبسم الله الرحمن الرحيم لنبدأ الدرس. وأرجو من حضراتكم كلكم اللي يقدر يبقى معاه ورقة وقلم يبقى عمل خير في نفسه. هنبدأ مع بعض نكتب حروف خط الرقعة حرف حرف، ولو في أشكال له مختلفة. وعامة معظم خطوط خط الرقعة مفهوش أشكال كتير، هو شكله بيبقى شكل واحد أو شكلين بالكتير قوي. حرف الألف ممكن نقرب لكم الكاميرا شوية عشان تشوفوا السن. احنا هنكتب الحروف وبعد كده هنشرح مع بعض. الراء، السين، الصاد، لو انتوا واخدين بالكم معظم الحروف راكزة على السطر. ط والفاء، القاف، شكل تاني للقاف، الكاف، اللام، النون، وده شكل تاني للنون، الهاء، الهاء ما جاتش في الكاميرا بنوريها لكم اهو، معلش يعني. هنعيدها تاني تحت. الهاء، احنا قلنا الهاء عبارة عن 3 نقط ثم ألف كامل اهو، ثم دي 3 نقط صغيرين اللي بنعملها دي كده نحطها هنا، والواو، دي الهاء آخر الكلمة، اللام ألف، والياء. تمام، دي الحروف اللي تكتب فوق السطر: الألف والباء والدال والر والسين والصاد والطاء والف والقاف والكاف واللام والنون والنون والهاء.
والواو والهي. طب ايه هي الحروف اللي تكتب تحت السطر؟ الحروف اللي تكتب تحت السطر زي الحاء او الجيم او الخاء. فيها جزء، واخدين بالكم من الجزء ده؟ الجزء ده يا جماعة لو عملنا له هنا كده هيبقى الباء. يعني احنا عندنا الحاء مقسمة. احنا قلنا في البداية خالص لو انتوا فاكرين ان خط الرقعة مكون من الألف والدال والثلاث نقط والنقطتان والنقطة. هو ده خط الرقعة. طب تيجي نفصل خط الرقعة على حرف الحاء. ماشي. الجزء ده ايه هو؟ الجزء ده اللي هو الدال بس مقلوبة. يعني بدل ما هعملها كده، لا انا هعملها كده بس بجيبها من العكس. تمام. وبجيب شرطة من هنا لكده، بطلع بيها نقطة عن مقاس الكاسة بتاعت الحاء فوق، ثم بجيب حرف الباء ده وبضيفه هنا بالمنظر ده. عمل لي حرف الايه؟ الحاء. الله يصلح حالك. تمام. عندنا السين بردك نفس الحكاية. يعني لو جبت حرف الباء وحطيته هنا كده، وخدت هنا كده نقطة، وجبت الكاسة بتاعت السين، عملت حرف السين. وممكن لو خدت الشرطة دي كده ودي كده يبقى حرف الايه؟ الشين. موضوع سهل جدا. طب الصاد او الطه. الصاد او الطه بجيب التلات نقط بتوعي اهم ماشي، زائد حرف الباء ثم الكاسة. لو لغينا احنا الجزء اللي فوق ده كده يبقى حرف الايه؟ الباء. مع بعض الحتة دي مع بعض الحتة دي. الشين تاني حاضر. طب نعيد. دي هي الشين اهي. ادي الباء، وممكن تجيبيها كده يبقى شين بالمنظر ده. طب ايه هي الحروف يا جماعة اللي تحت؟ احنا قلنا الحروف اللي تحت زي الحاء والخاء اللي تحت السطر. في كمان عندنا الميم. احنا قلنا الميم ادي نقطة، نقطتين بعد النقطة. يعني انا باجي كده وبعدين باخد نقطتين لبره وبنزل بحرف الالف. عملت الميم. برضك بيبقى تحت السطر زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده كده. طب والايه تاني؟ العين. العين تكتب ازاي؟ بجيب الدال هي برضك وبقلبها نفس الحكاية اهي. تمام. وبجيب الجزء بتاعي، والجزء ده برضك هو عبارة عن حرف الباء. الجزء ده لحد هنا. تمام. عندنا من الحروف اللي تنزل تحت السطر برضك حرف الهاء. حرف الهاء ينزل تحت السطر بس بشرط واحد، لو بعديه حرف واحد بس. يعني لو بعديه ألف يعني يجي كده اهو، بعديه ألف أو بعديه هاء اهو يجي. بس أما مثلا كلمة تهليل في بعديها بعد كذا حرف، يبقى اكتب اهي ته اهو بالمنظر ده اهو كذا حرف. فانا ما حطيتوش تحت الايه، ما خليتوش يوصل للحرف. انا فوق لان في بعديه 3 حروف او 4 حروف فيبقى عالي، لان خط الرقعة دايما بيبقى جاي بميل اهو. لو انا عملت الزاوية دي كده يبقى جاي بميل نازل كده، مش مستقيم على السطر. مش مع السطر. تمام. هندي دلوقتي بعض الامثال وهنكتب بعض الجمل باذن الله ان شاء الله. ماشي. من الحروف برضك اللي هي حروف خط الرقعة، من سهولته ان هو حروفه كلها شكل واحد، ما فيهاش اشكال تانية. يعني زي ما قلنا زي الميم اهو وبينزل تحت السطر. ماشي. لو انا مثلا ميم بعديها، دي ميم لوحدها، لو ميم بعديها حرف او كده نفس الحكاية. شفتوا اللي هي انا برضك هنا ما نزلتش تحت السطر ازاي.
عشان في بعديها ايه حرف نازل، هو حرف نازل. ماشي. كلمة بما على السطر. مهموم، كلمة مهموم اهي. شفتوا الهنا فين؟ شفتوا الهنا فين؟ ما نزلتش. تمام. تمام يا جماعة. دلوقتي هنتكلم عن الحروف المطموسة. الحروف المطموسة اللي هي احنا قلنا زي الميم. هو الاسم غريب شوية يعني. ماشي. زي العين في نص الكلمة بتيجي مطموسة. تمام. هي بره او في اخر الكلمة او في اول الكلمة بتيجي بالمنظر ده، في نص الكلمة بتيجي بالشكل ده. تمام. الواو، القاف او الفاء، دي الحروف المطموسة. تمام. في الحروف اللي هي بتبقى فيها فراغ بقى. الحروف اللي فيها فراغ اللي هي زي الحاء. تمام. زي الصاد. ماشي. زي الطه. بعدين الظه بردك. اله. طب أستاذ وليد بس برضه أنا مفهمتش يعني ايه المطموسة. اللي هي الجزء اللي فيها مطموس يا بابا. الخمسة بتاعتها دي الجزء مقفولة يعني. مقفولة. اه. ده معنى كلمة اه مطموسة مقفولة مش. تمام. الهاء في آخر الكلمة تبقى مفتوحة. تمام. في نص الكلمة الفاء مش مطموسة، هي بتيجي مطموسة في آخر الكلمة وفي أول الكلمة. أما في نص الكلمة بتيجي بالشكل ده. احنا قلنا بنكتبها ازاي؟ بنكتبها ادي شرطتين وادي 3 نقط وبجيب دي كده. تمام. هي القاف بردك، لو فيها قاف تيجي بردك ايه بالمنظر ده في نص الكلمة. لو القاف في آخر الكلمة بتيجي مطموسة. الفاء في آخر هكذا. تمام. الفاء في آخر الكلمة بتيجي مفتوحة عادية. عندنا مثلا طريقة كتابة السنون. السنون بعضها لو جم 3 سنون ورا بعض لازم يبقى فيه سن طالع. يعني مثلا نكتب حاجة زي كده. في سنون هنا اهي. إن كان دي نقطة هنا نون أو ب أو أي تشكيلة. يعني دي ممكن تبقى نون. نبيين مثلا. نبيين. تمام. هتيجي النقطة لازم يبقى فيه السنة اللي في النص مختلفة. لو جه 2 سين ورا بعض ادي سين، بمد شوية وبعمل السين التانية. تمام. دي بتيجي زي دي. طب ممكن اعمل الاولانية دي تختلف عشان اختلف اهي. اعمل بالمنظر ده كده وادي السين التانية. ويستحسن الشكل ده. يعني الشكل ده هو احسن من الشكل ده. تمام. تمام يا جماعة. وفي اخر الحلقة يا جماعة ارجو ان انتوا تكونوا اشتركتوا في القناة وتعجبوا بالفيديو. وقبل ما ننهي هنكتب مع بعض كلمة كده بردك بخط الرقعة وتشوفوني ازاي انا بكتبها ودققوا ان شاء الله في حركة القلم. هنكتب مثلا كلمة: الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها. الفتنة نائمة. معلش انا يمكن اكون خدت بس حبر زيادة.
لعن الله من أيقظها. أتمنى إن أنا أكون فدتكم، وأرجو إن انتوا تكونوا اشتركتوا في القناة. وآخر دعوانا وآخر كلامنا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.